مونستير مدينة الرباط أقدم حصن في المغرب العربي، تاريخ كبير ويعيش فيها 80,000 نسمة. بلاد ياسر مزيانة خاطر هواها نظيف. سي تري بيان تري اكويون. بلاد فيها كل شيء، البحر على 3 جهات، فيها امبيونس تري شوت. بعد 14 جانفي المستير ما عادش مدينة الهدوء، وأهالي المستير خرجوا على صمت دام 23 سنة. كل واحد عبر بطريقته، وإطارات مطار المونستير الدولي اختاروا يدخلوا في اعتصام عنده أكثر من شهر. الاعتصام هذا قام من أجل إرجاع هيبة الدولة كما قال فهمتي السيد الوزير الأول، اللي هو يلزمنا نرجعوا مطار المستير للمجرى نتاعو وللديوان تاع المدني والمطارات، لأنه شركة تاب حطت عليه يده وهمشته وزادت سلبته، وحطت يدها على السوق التقليدية اللي هو 3 ملايين باساجي حولتهم هذه لمطار نفيذة. احنا ما عندنا حتى اشكاليه راهو مطار نفيذة اذا كان يكون تحت الديوان طيران المدني والمطارات، وانما مطار نفيذة 95% منه المدخول لشركه تاب. التاب هذه كي خرجت وهمشت المطار خلته في الكاتيجوري ويت. احنا كمعتصمين اولا اني كسرنا اضراب، واثنين رجعناه للكاتيجوري 9، يعني باش معناتها جميع معناتها الرحلات اللي باش تكون فيها طيارات انواع كبيره راهو ترجع لنا المسير. هذايا الاعتصام علاش؟ لعنا لا امور اجتماعيه، لعنا ما نحطوا في جيبنا لحد. وفي المستير صوت الفرحة والاحتفال موجود، كيفاش لا؟ واليوم 6 افريل نهار عظيم عند جل المساترية على خاطر يتزامن مع الذكرى 11 لوفاة الرئيس الراحل لحبيب بورقيبة. حليت عيناه في الدنيا نلقى تونسي بورقيبة بتونس. حسب سمعت عليه عمل برشا حاجات باهية، أكثر حاجة تحرير المرأة. بورقيبة كي ربنا على حب البلاد، ربنا على حب بعضنا. حسب ما نعرف معناه هو اللي أعطانا حرية المرأة والتنظيم العائلي والصحة. بورقيبة يمثل لي برشا حوايج، يمثل لي شخصية كاريزمية، شخصية خدمت برشا، خدمت تونس، شخصية ممكن عندها عيوب ولكن عندها برشا إيجابيات. تونس يا أغلى حبيبة، يا الدنيا في نصيبك، عيشي وعيش أهليكي وعيشي زعيمك بورقيبة، جايب لك ملايين سلام من مصر وأهل الشام، يحييك المولى يا تونس، يا أجمل دولة يا تونس. المدينة الكل تجمدت للحدث، استعدادات أمنية كبيرة وتحضيرات لكل التفاصيل. نص النهار ونص فؤاد المبزع الرئيس المؤقت والباجي القائد السبسي الوزير الأول يوصلوا المرقد لحبيب بورقيبة، وربما أول مرة مسؤولين في الدولة من رعايل البورقيبي يحيوا ذكرى الوفاة بكل حرية. الشيء اللي عايشينه اليوم في الساحة هذه نتاع الزعيم أو في روضة بورقيبة هي استفتاء شعبي لقيمة الزعيم بورقيبة، إلا الناس كلها جات بدون أي طلب وحدهم بين شاب وشابة وصغير وكبير، الكبير يقول للصغير، واحنا نعيش في جو اللي هو معناه ان الانسان ما كانش حتى يحلم به، كانش يحلم به بالكل. اذا كان بورقيبة اعطاها عنايه خاصه لمدينه المونستير، الشيء اللي خلاها من اجمل المدن التونسيه، فانه شباب 14 جانفي اعطى الاهالي المستير فرصه الاحتفال بزعيمهم بكل حريه ومن غير حتى خوف. عاهد بن علي يقول لا يرحمون بلا خايفه. الواحد كذب، فعاهد بن علي على بورقيبة يجبدوها، ما يجبدوش. تخيل يجي وقت اليوم بورقيبة يعملوا له الاحتفال هذا ويجي يموت، احنا متنا. انا فرحان ياسر كيف ريت اليوم النهار هذا، النهار البريمه اللي شفناها، وعاد بورقيبة حي ولا ميت الله يرحمه، يجي فيه البركه. كل واحد كيفاش يعبر على وفائه للرئيس بورقيبة. رحيم عاشور مقاول اختار انه يبني تمثال في الساحه اللي مقابله روضه ال بورقيبة. كنا في معمل نسيج ملوح في اسفل السافلين غادي، فهمت؟ وكيف جاتنا 14 جانفي عاد قلنا ننصب هذه بلاصتو، جبناه هذه البلاصه نتاع خلينا جبنا له هنا وقصدنا بنيناه. حتى بعض الشباب اللي ما عاشش فتره بورقيبة حب يعبر بطريقته واسس جمعيه تعنى بالفكر البورقيبي. قررنا احنا مجموعه من الشباب معدل اعمارهم 27 سنه باش نعملوا الجمعيه دي الفكر تاع الفكر البورقيبي والتعريف بالفكر البورقيبي وانجازاته. من الانشطه الجمعيه هي دراسات، هي ندوات بطبيعه الحال مع
جله من المؤرخين وجله من اللي عاشوا لحبيب بورقيبه والمناضلين اللي خدموا في عهد لحبيب بورقيبه ولا تهمشوا بعد 87. معناها هم مش يحكيوا على حبيب بورقيبه، واحنا كشباب باش نتعلموا الفكر بورقيبي عن طريقهم هما. البحري سنوسي مصور دراسة التصوير عام 67 في براغ، وكيف رجع لتونس انتدبته التلفزة التونسية، ومن وقتها بدأت حياته كمصور مرافق للرئيس بورقيبة. مرة في زغواني راه وليد في 8 و4 تقريبا متعدي للمكتب وحفيان ومهندل وقف بورقيبة ويبكي. قال له حفيان بورقيبة خليك حفيان، جوعان بورقيبة خليك جوعان. حول ليه؟ قال له يا ربي والله لا نكذب، الوزراء تكذب عليا يقولوا لي الناس لا باس. يا ربي والله لا نكذب، انا ما نكذبش. علاش يكذبوا عليا علاش؟ ومنها بدي اتكلم وحده، قلت انا شبيه هذا يا اخي؟ عندي موتور يعمل كبير نحي قطعه رد قطعه نحي، قلت شبيه هذا الله يسكت. قلت سيد الرئيس يطول في عمرك، شنو الموتور اللي عندك سيد الرئيس انت يا اخي؟ شنو ميكانيزم؟ قال لي يا بحر الدوله الوزراء قال لي يكذبوا عليا الوزراء. أنا ما نكذبش والله ما نكذب. أستاذ الرئيس طول بالك، ما هو موجود نفكر موجود. قال لا، قالوا لي ما فماش شيء، قالوا لي لاباس علينا. وصلوا حطوا له البيار، حطوا فيهم الماء في الطعام عام 69 وقالوا له طلعنا سونداج فيه الماء وما فماش ماء. وفي المستير معروف بمصور الزعيم، وفي رصيده أكثر من 5000 صورة، كل صورة فيهم عندها تاريخ وحكاية. كان قبل كي يجي خارج يرى امه ترحلي يبدا يبكي، يقول مساكن امي كاش معذبه. هذه في بحجر دخلنا الدار نتاع واحد مناضل لقينا رحاء بدا يبكي، قال هو رحاء هذه امي ترحي بها. وقعدت على الرحاء وهذه امراه من بحجر وقعدت يرحي وياها، قال خلينا نتفكر ايامي. الكل يأكد على الفرق بين أول رئيس لتونس بعد الاستقلال وبين ثاني رئيس جاء عام 87 بانقلاب، بين رئيس فارق الدنيا من غير ما يخلي، وبين رئيس عاش يكسب قصور الملوك والأرصدة الخيالية. شوف هذه معناتها بعد 14 جانفي معناتها كيفاش نراو في التلفز ونراو انها اكتشافات نتاع لجنه تقصي الحقائق، كيفاش لقينا معناتها راهو في القصوره معناتها باسم ولده، وشوف معناتها كيف تقارن معناتها دار بورقيبه كيف هي، ما فيهاش حاجات زايده ولا فيها حاجات، شوف حتى معناها البنيه نتاعها قديم ياسر، معناتها شوف معناها متروكه، هذه تصويره بوه موجوده هنا، وهذه تصويرته هو في جالطه، فهمني، وهذا الراديو نتاعو هو، شوف راديو بسيط جدا هاكا، راديو معناها بسيط جدا، شوف حتى الطابل دنوي كيف نية، شوف هذه فرش البيت هذا كيف نوع نتاع بيت قبل معناتها ديار عربي نتاع مستير، فهمتني؟ حتى في الكونت نتاعو مره عطاه، نفكركم في حاجه انه عطاه شيك المواطن، شيك ب 250 دينار، مشى المواطن هذاك باش يمشي يجبد الشيك هذاك من البنكه، لقى الكونت نتاعو فارغ، ولات البنكه اللي هي الاس تي بي عطات الفلوس رغم اللي هو ما عندوش في الكونت نتاعو، عطات الشيك هذاك خلصته للمواطن وحطت الشيك في كواترو، هذاك الشيك في كواترو، وشوف معناتها رئيس دوله ما يكسبش فلوس معناتها في الكونت نتاعو. ال 24 ساعة في المستير صادفت مع إحياء ذكرى وفاة الرئيس الراحل لحبيب بورقيبة، ساعات احتفلوا عبروا فيها التوانسة من غير حتى رقيب يضيق عليهم، كي يرمي الليل بظله
يبدأ الهدوء يرجع للمستير، وفي وجوه الناس تحس الفرحة مرسومة، فرحة التونسي كي يحس نفسه مواطن عاش يوم في بلاده حر ومن غير حتى خوف.